عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي. هنقدم النهاردة مع بعض الزيتون المخلل على طريقتي، بإذن الله هتعجبكم. تابعوا معايا الفيديو للآخر وما تنسوش لايك وشير واشتراك للقناة تشجيعا منكم فضلا وليس أمرا. غسلنا الزيتون كويس جدا زي ما انتوا شايفين وحضرناه، مش هنفتحه، هنخلله زي ما هو كده بطريقة المحلات، وهنحضر كل المحتويات اللي هنضيفها معاه. الفلفل الحامي زي ما انتوا شايفين، الجزر المبشور، الجزر المكعبات، هريسة الشطة. هنخلط كل المكونات دي مع بعض. وطبعا عندنا عصير ليمون فريش، عصيرين ليمون خام كده علشان نضيفه معاه. هنخلط المحتويات دي كلها مع بعض. الزيتون زي ما انتوا شايفين، وهنخلط عليه الحاجات اللي حضرناها، اللي هي الجزر المبشور وهريسة الشطة والفلفل الحامي. صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش ذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهنضيف مكعبات جزر والجزر المبشور والفلفل، وهنقلب كل المكونات دي مع بعض. وعليهم كمان هريسة الشطة. هنخلطهم كويس جدا مع بعض زي ما انتوا شايفين. هنقلبهم كويس لحد ما كله يختلط ببعضه، علشان لما نعبيهم في البرطمانات يكون كله اخد من بعض. طبعا مفيش بيت ما بيعملش الزيتون، ومفيش حد ما بيحبش الزيتون المخلل، وكل واحد له طريقة في تخليل الزيتون. دي طريقة بسيطة جدا بإذن الله هتعجبكم. اختلطت كل المكونات مع بعض، هنبدأ نعبيها في البرطمانات بالشكل ده، بحيث ان لما نعبي في البرطمانات هناخد من كل حاجة خلطناها مع بعض، الجزر والزيتون والفلفل. شايفين هنعبي الكمية كلها بالشكل ده، هتعمل معانا 3 برطمانات زيتون. هنخلل الزيتون لرمضان. كل عام وأنتم بخير. خلاص رمضان قرب على الأبواب، يدوب الزيتون كده يلحق يستوي قبل ما يدخل علينا رمضان. كل سنة وانتم طيبين. معلش هو غالي شوية في الأسواق. أنا جايبة الكيلو ب80 جنيه، بس لو حسبتوها هتلاقوها أوفر بكتير من شراء المخلل الجاهز من الزيتون. هتلاقوه غالي جدا، وفي نفس الوقت انت عاملاه بإيدك في بيتك، ضامنة نظافته وهتاكليه بكل ثقة انت وأولادك. عبينا كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله عملوا معانا كمية كويسة. وهنبدأ نجهز المحلول اللي هنضيفه على المخلل. هنجهز المحلول مية مغلية، بس سبتها تبرد، وبعد كده هنضيف عليها الملح الكمية اللي احنا عايزينها. المهم ان نكفيه من الملح. لو زاد الملح
هيكون أحسن، لإنه مش هيبوظ مننا. إنما لو الملح قل هيبدأ يعمل ريم على الوش، ويبدأ يعمل عفونة ويبوظ مننا. فأحسن حاجة إننا نزود كمية الملح، وبعد كده لو لقيناه ملحه طالع هنقلل المية بتاعته ونزوده مية من غير ملح، هيتظبط معانا بعد ما يستوي. بعد كده هنضيف كوباية عصير ليمون لكل برطمان، وهنكمل باقي السوائل من المحلول اللي احنا عملناه، مية وملح فقط لا غير. حطينا الليمون المعصور الأول كوباية لكل برطمان مج، وهنزود عليه المحلول المية، مية مغلية زائد ملح بس كده، وهنضيفه ونكمل بيه البرطمانات بحيث اننا نغطي البرطمانات من المحلول. هنقلب كويس جدا ونكمل باقي البرطمان الناقص. كملنا، ومعانا قشر الليمون اللي احنا عصرناه علشان المخلل، هنغطي بيه البرطمانات من فوق كده زي ما انتوا شايفين، علشان ما نخليش فيه هوا زيادة في البرطمانات. هنقفلها بقشر الليمون زي ما انتوا شايفين كده، وهنضيف كام معلقة زيت. هنضيف حوالي معلقتين زيت لكل برطمان على الوش برضو، علشان ما نديش فرصة لأي ريمة تحصل معانا على الوش أو أي حاجة. بس طالما الملح بتاعه كويس زي ما قلت لكم، بإذن الله مش هيحصل له أي حاجة، وهيتخلل معانا بطريقة جميلة. وهتشوفوا بإذن الله بعد ما يستوي هوريهولكم على القناة. طبعا انتوا عارفين ده بياخد فترة على رمضان بإذن الله. حطينا زيت على الوش زي ما انتوا شايفين، وهنقفل البرطمانات كويس جدا. انا مقفلتهاش باسترتش او بلاستيك تحت الغطيان دلوقتي، لاني بعد كام يوم انا هفتح عليه تاني واشوف الملح. لو كان عايز ملح تاني هكمله، لو مش عايز ملح خلاص كده يبقى اكتفى. بعد كده هقفله بكيس او استرتش تحت الغطا، علشان يتقفل معانا كويس وما يدخلوش اي هوا، ويتخلل معانا بطريقة كويسة. يا رب أكون قدرت أفيدكم ولو بمعلومة صغيرة. طبعا كلنا شطار وكلنا بنعرف نعمل زيتون مخلل، بس في تكات وحاجات كده بتعدي علينا أو بنعرفها لأول مرة، وكلنا بنتعلم من بعض. وكل عام وأنتم بخير، وشكرا حبايبي لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.